آخر الدراسات بتقول إن الثروات اللي هناك بتتجاوز قيمتها ال 33 تريليون دولار. كل دي ثروات مستنية بس اللي يوصل ويستخرجها. بس طبعا الموضوع مش بالبساطة دي. عشان تدخل المنطقة دي وتقدر تتحرك وتاخد الثروات دي، فأنت لازم تستأذن من واحد من دول مجلس القطب الشمالي عشان يسمح لك تنقب أو تستكشف، ولازمك سفن من نوع خاص وهي كاسحات الجليد. استنى بس، هو ايه مجلس القطب الشمالي ده؟ هقول لك. طبقا للقانون الدولي، فالدول المطلة على القطب الشمالي زي روسيا وامريكا وكندا والنرويج والدنمارك والسويد وفنلندا وايسلندا هم اللي ليهم مناطق اقتصادية تقدر ب 200 ميل بحري. تقدر كل دولة تعمل اللي هي عايزاه في منطقتها، تستخرج بقى معادن، نفط، ثروات براحتها. طيب مادام كل دولة عارفة فين حدودها، فين بقى المشكلة؟ شوف، بعد التقسيمة دي هيفضل في الآخر جزء في النص كده يعتبر منطقة دولية، وطبقا للقانون الدولي تقدر أي دولة من الدول دي تزود منطقتها الاقتصادية ل 350 ميل بحري لو أثبتت إن جرفها القاري